السلام عليكم. بقول لك إيه يا عروسه، جبت لك النهارده هاند بلندر. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، مستورد. الدراع بتاعه ستانلس، سهل الفك والتركيب. للناس اللي بتجيب هاند بلندر مش عارفه استعمالاته ازاي. هاند بلندر بتجيبيه كده بيبقى معاه الفيشه طويله، وبتستلميه زي ما موضح قدام حضراتكم كده. الهاند بلندر بيبقى فيه هنا دراع منفصل عن الموتور، فانت بتيجي هنا بتفك القطعه دي كده، بتلفها عليكي كده كده اهو، بتتفك ويجي معاكي القطعه دي كده. اللي بعد ما تخلصي شغل هنشرح لحضرتك دلوقتي ازاي تشتغلي بيه. دي بتتغسل عادي، لو جه عليها ميه مش مشكله، اهم حاجه ما يجيش ميه جوه في العمود اللي جوه ده، عشان الشحم اللي جوه الحراري اللي جاي بيه من بره ما يبصي، وتيجي تشغلي مع كل مره ممكن ايه دي تقفش كده وما تشتغلش تاني. تمام. يبقى ده اول حاجه بالنسبه للتنظيف بعد الاستعمال. فاحنا هنقول لكم برده استعماله دلوقتي. القطعه دي عباره عن الموتور ده بيبقى ايه، مختلف في الواط. بقى عندك 200 واط، 300 واط، 400 واط، في لحد 1000 واط، حسب تحمل الايه، الموتور بتاعه. الهاند بلندر اللي معانا النهارده ده عروسه. الهاند بلندر ده احنا عاملين عليه عرض النهارده، ان شاء الله نقول لك سعره في اخر الفيديو. سعر محترم جدا، واقل سعر في مصر بفضل الله، وشغالين منه كميات بفضل الله، وبنشحن لجميع المحافظات لحد باب البيت. بص يا عروسه، انا عايز اوريك استعماله ازاي. انت اول حاجه الهاند بلندر اهو، وبقى معاه الفيشه. اول حاجه بتحط الفيشه كده في الكهرباء. تمام. تاني حاجه معاكي هنا سرعات، قربوا اوريهم برضو السرعات كده. بيبقى السرعات هنا سرعه واحد وسرعه اتنين. لما تتك على السرعه واحد زي ما سامعين كده حضراتكم، ده كده ايه بيبقى بطيء شويه للايه، لحاجات برضو هنقول لكم عليها هي ايه دلوقتي. وفي معاك سرعه تانية برضو اللي هي معمول عليها شرطتين، يبقى سرعه تانية. صوت الموتور بيبقى اعلى واسرع من الايه، من الاولاني اللي هو ده اهو. اكيد في فرق في الايه، في فرق كده في السرعه حضراتكم شايفينه. طيب، دلوقتي بقى اما نيجي نتكلم على ايه استخدامات الهاند بلندر ده لايه. يعني في بنات كتير بيجيبوا في الجهاز الهاند بلندر مش عارفين بتاع ايه. طيب هنقول لكم النهارده الهاند بلندر ده اول حاجه بيغنيك عن الخلاط نهائي. يعني جالك ضيوف مفاجاه وعايزه تعملي مثلا عصير، طيب بتطلعي حاجتك من الفريزر، بتطلعي حاجتك مش عارف ايه، والخلاط وسكر وقلب ومش عارف ايه. لا، الهاند بلندر لوحده كده هتجيب الحاجه اللي انت عايزاها في اي دورق، في اي طبق، في اي حاجه، وتحط حاجتك والسكر والميه، مسافه ما تنزلي عليه كده بالهاند بلندر كده، خلاص كده العصير بتاعك جاهز على الايه، على الشغل على طول. طيب، تاني حاجه، في ناس اللي هي بتسلق الطماطم وتقعد تعصرها في الخلاط وتعبي مش عارف ايه. كل ما عليك وهي لسه على البوتاجاز بتنزلي عليها بالهاند بلندر كام لفه كده على المستوى التاني السريع ده، او على البطيء عادي لو عايزه تنعمها اكتر. اقل من 3 4 دقائق تكون مخلصه الطماطم بتاعتك وتعبيها تحطها في الفريزر. طيب، استعمال ثالث برضو، احنا بنقول الحاجات دي يا جماعه معلومات محدش هيقولها لكم، يعني دي اعتبروها لوجه الله المعلومات اللي بنقولها لكم دي. طيب، ثالث استعمال واهم استعمال في الشتاء، اهم حاجه العدس عند المصريين. العدس الاصفر اهم حاجه. العدس ده بقى هو على البوتاجاز، بتنزلي حضرتك برضو كده بالايه، بالهاند بلندر. اقل من دقيقتين، 2 3 دقائق يكون العدس خلصان، بدل ما تحط في الخلاط ومش عارف ايه. هاند بلندر بيخلص لك الموضوع ده على طول. طيب، في استعمال رابع برضو ليه، اللي يعرف نبات الخبيزه زي الملوخيه كده، برضو هي على البوتاجاز. في ناس كان بيجيب المفرك القديم الخشب ده ممكن ينزل برضو يخلص الموضوع ايه في اقل من 3 دقائق. يبقى احنا عرفنا، وليه استعمالات كتير جدا 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 جدا. العصاير بقى قلنا عليها، والعدس والطماطم والخبزه والفواكه. وفي ناس بتستعمله المعجنات. انت تخش برضو يعني في كتير استعمالات، اللي بيجي بقى جاي معاه كتالوج بيوضح لك برضو استعمالاته. في ناس بتستخدمه في النسكافيه، بيبقى حجمه اكبر، بينزلوا على النسكافيه يضربوه تلاقي الرغوه معاكم سريعه وكبيره. طيب، احنا كده شرحنا استعمالات الهاند بلندر. بلد المنشأ طبعا بيبقى مستورد جاي من تركيا. تمام. قوة الموتور قلنا في منه 300 واط، 400 واط، لحد 1000 واط. اللي نازل معانا العرض النهارده هو يا جماعة برضو مش، يعني مش هنقول 1000 واط بقى احسن حاجة وانضف حاجة، لا، 300 واط زي اللي معانا النهارده في العرض ده هيديكي كفاءة في الشغل، يعني عن تجربة ولا كلمه. تمام. اللي معانا ال 300 واط ده النهارده نازل بكام يا عروسه؟ طب قبل ما نقول لكم سعره، تكون عامله لايك وشير وكومنت، تصلي على النبي في التعليقات، وتعملنا اشتراك في القناه، و... وتاخد الهاند بلندر بتاعنا ده بالعرض اللي هنقوله ده. بس اهم حاجه تكون مفعله الاربع حاجات اللي قلنا عليهم دول.
الهاند بلندر ده نازل معانا النهارده ب 325 جنيه، وعندنا شحن لجميع المحافظات لحد باب البيت باقل تكلفه ان شاء الله. تمام يا عروسه، وانتظروا عروضنا القادمه ان شاء الله في اقوى العروض عيد الاضحى المبارك. وعنواننا الغربيه زفته، قريه مسجد وصيف بجوار نقطه الشرطه. عندنا شحن لجميع المحافظات لحد باب البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.